مع جيرارد بيكيه وراول البيول في خط الدفاع. خط المنتصف بنانت سيرخيو بوسكيتش، سانتي كازورلا، سيسك فابريغاس. وتواجد ايضا في خط الهجوم وحيدا فرناندو توريس. بيدرو يشارك ايضا في التشكيله للمنتخب الاسباني. بيدرو رودريغيز لاعب وجناح فريق برشلونه. الكره في الامام ويحاول فيها فرناندو توريس، لكن توريس كانت الكره سريعه عليه. وبالاضافه الى وجود تسلل قائد الفريق في مباراه اليوم، قائد المنتخب الاسباني، في محاوله ايضا للتمرير في وجود رايه وتسلل في كره واضحه كان فيها التسلل لصالح المنتخب السعودي، لصالح المنتخب السعودي. طبعا اليوم 7 سبتمبر ايضا، يعني اليوم وبكره في اوروبا، اليوم الجمعه وغدا السبت في اوروبا ستكون هناك 24 مباراه في التصفيات الاوروبيه المؤهله لنهايه كاس العالم، وكما هي ايضا التصفيات في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا ايضا. ايضا من ايام الفيفا سيكون المنتخب او المنتخبات ستلعب في يوم 11 من شهر سبتمبر، يوم الثلاثاء القادم باذن الله تعالى. كره من رميه جانبيه لصالح المنتخب السعودي، كره ملعوبه من منصور الحربي الظهير الايسر لاعب فريق النادي الاهلي صاحب 22 سنه، واللاعب اللي فرض نفسه ايضا في التشكيله الاهلاويه عموما. وها هو يتم الاختيار عن طريق فرانك ريكارد للتشكيله الاساسيه. عدد من الاسماء عموما مع فرانك ريكارد بالمناسبه الان صار له سنه، يعني من احنا انتهى شهر اغسطس، هو من اغسطس 2011 في راس القياده الفنيه للمنتخب السعودي. الانتقادات كانت كثيره، التفاؤل كان موجود، ولكن الخساره امام استراليا والبعد عن التصفيات النهائيه لكاس العالم او المنافسه عليها كانت ايضا سببت احباط كبير للاعبي ولجمهور السعودي. هذا الاحتياطي الاسباني، نشاهد عدد من الاسماء طبعا، ديفيد فيا يتواجد هناك ايضا كان لاعب سيرخيو راموس، خوردي ألبا، زافي الونسو، اندرياس انيستا، يعني مجموعه من الاسماء الشهيره والمعروفه. بينما طبعا بالنسبه لنا احنا المنتخب السعودي، هناك في تشكيله المنتخب السعودي والتشكيله التي عموما كانت في طريقها لاسبانيا كانت وليد عبد الله، ياسر المسلمين، خالد شراحيلي، كامل الموسى، عقيل بلغيث، منصور الحربي، محمد عيد، اسامه هوساوي، سلطان البيشي، خالد الغامدي، ياسر الشهراني، سعود كريري، معتز الموسى، احمد عطيف، تيسير الجاسم، عبد العزيز الدوسري، عبد المجيد الرويلي، سلطان البرقان، حمد الحمد، سلمان المؤشر، مهند عسيري، ناصر الشمراني، محمد السهلاوي، وعبد الرحيم جيزاوي. كره ملعوبه لصالح المنتخب الاسباني في الناحيه اليمنى، جيرارد بيكيه. 3 لقاءات او هذا اللقاء الثالث بين الفريقين. هنا المحاوله في الناحيه اليسرى نتابعها مع المدافع الايسر ناتشو مونوريل اللاعب مالاغا، واللي يلعب ثالث مباراه دوليه له. محاوله من بيدرو من الناحيه اليمنى، لكن الكره مقطوعه. اتصل عبد الرحيم جيزاوي يحاول اللحاق بالكره قبل خروجها. الكره تخرج عموما الى خارج ارض الملعب ولا رميه جانبيه لصالح المنتخب الاسباني. ملعوب الكره سريعه، بيدرو رودريغيز يعيد كره في الخلف، جيرارد بيكيه فاز مع مانشستر يونايتد بدوري الابطال وفاز مع برشلونه بدوري الابطال. لاعب من اللاعبين المميزين هذا اللاعب، جد هذا اللاعب بالمناسبه هو الذي يطلق على ملعب برشلونه تسميته برنابو. السيد اورماند برنابو هو من يطلق عليه اسم ملعب برشلونه، يعني لاعب كتالوني اصيل. كره ملعوبه في الناحيه اليسرى، محاوله للمنتخب الاسباني، لكن الكره تتخلص من اسامه هوساوي. ملعوبه في الناحيه اليمنى، اماميه طويله من احمد عطيف، لكنها مقطوعه. تصل ايضا في المنتصف المنتخب الاسباني، وسيرخيو بوسكيتش بحركه في المحاوله لصالح المنتخب الاسباني. الكره عرضيه لكن الكره تتخلص، على الكره الى بينالتي تتخلص ايضا، مقطوعه من احمد عطيف. تعود في المنتصف لسعود كريري، يحاول قطع هذه الكره. تعود ايضا المحاولات لصالح المنتخب الاسباني والمحاولات الدائمه والدؤوبه ومحاوله التسديد من بعيد، لكن الكره الى خارج الملعب. سانتي كازورلا حاول والتسديده، هذا سانتي كازورلا لاعب ارسنال الحالي، اللاعب اللي لعب في فيا ريال في عدد من المواسم. هذه كره سيرخيو بوسكيتش اللاعب المحور. سانتي كازورلا اللاعب صاحب 27 سنه، صاحب التسديده الماضيه، اللاعب اللي بدأ حياته في فيا ريال عموما.
لكنه انتقل في موسم واحد للكرياتيفو. هنا الكرة نتابعها الى فرناندو توريس، يقدم كرة في الامام ويحاول التسديد، لكن كان ايضا معاه الدفاع بشكل جميل. معاه الدفاع اسامه بشكل جميل. قائد المنتخب السعودي لاعب اندرلخت البلجيكي، اللاعب السعودي المحترف في الدوري البلجيكي والمحترف خارج المملكة العربية السعودية، أول موسم له خارج المملكة العربية السعودية. في المحاولة الآن 5 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة متعادلة في اللقاء الودي بين منتخبي المملكة العربية السعودية وأسبانيا، النتيجة متعادلة بدون أهداف. لقاء ودي كان قبل نهاية كأس العالم الماضية في 2010، واللقاء انتهى بفوز المنتخب الأسباني ب3 أهداف مقابل هدفين، بالرغم من تقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، لكن المنتخب الأسباني لحق بالنتيجة ولحق بالانتصار في آخر الدقائق كانت من نهاية شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة سانتي كازورلا مقطوعة من تيسير جاسم، محاولة الإعداد في الكرة لصالح المنتخب الأسباني، أمامية أيضا لا وجود فيها هنا للتسلل، لكنها طويلة على سانتي كازورلا وتخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح المنتخب السعودي. تمريرات ممتازة، ويعني الأسلوب الشامل المتكامل اللي عليه المنتخب الأسباني. نشاهد هذه الكرة الأمامية كانت من سيسك فابريغاس اللي يعني الانباء اليوم اللي يتابع الكره ايضا العالميه ويشاهدها، اليوم الانباء كانت تقول بانه تيتو فيلانوفا مدرب برشلونه الاسباني، والذي لا يعتمد كثيرا على سيسك فابريغاس في خط المنتصف، وعليه يضعه دائما في خط الاحتياط، ويعني بعض المباريات يتم اشراكه فيها، فبالتالي الميلان يحاول اقتناص هذه الفرصه ويحاول طلب فابريغاس في الانتقالات الشتوية على الأقل عن طريق الإعارة في هذا الموسم، ولكن سنرى ماذا ستحمل الأيام. فابريغاس وهو يعني الابن البار لبرشلونة، حتى وإن انتقل للأرسنال، حتى وإن كان تحت رعاية أرسن فينجر في فترات طويلة، ولكنه عاد كما أوصى به بيب غوارديولا، وعاد كانوا يشاركوا غوارديولا في لقطات كثيرة وفي مباريات كثير، ولكن اللي حاصل هذا الموسم مع تيتو فيلانوفا ليس هو ما يريده اللاعب سيسك فابريغاس. كرة في المنتصف من بوسكيتش لصالح المنتخب الاسباني. انتشار من اللاعبين سواء حتى لاعبين المنتخب السعودي او المنتخب الاسباني. التمريرات هي المعروفه، الاستحواذ هو الغرض المطلوب بالنسبه للمنتخب الاسباني، ولكن انتشار اللاعبين، الضغط على اللاعب المستحوذ على الكره اراه موجود حتى الان وجيد من المنتخب السعودي في هذه البدايات. كره ملعوبه في الناحيه اليسرى، هناك ملعوبه الى سانتي كازورلا اللي حاول المرور، ينجح بالمرور، يحاول الكره العرضيه الان، لكن الكره خرجت الى خارج الملعب والى ركله مرمى. ركلة مرمى لصالح المنتخب السعودي. كازورلا هذه عادة نتابعها، مر من أمام سلطان البيشي وحاول هنا، هذه الكرة اللي لعبها، لكن إشارة الحكم المساعد الأول تشير إلى خروج الكرة إلى خارج أرض الملعب. انتقل هذا اللاعب كما ذكرت للأرسنال مع بداية هذا الموسم، لاعب فياريال ولاعب مالاغا في موسم 2011-2012، ولكنه انتقل للارسنال. لعب 3 مباريات مع الارسنال، سجل هدف واحد. سانتي كازورلا لاعب مميز. كره ملعوبه في الامام، تونس بالكره الانفراديه امام المرمى وبالطول عليه، بالطول على قائد المنتخب الاسباني في اخطر الكرات واكثرها وضوحا واكثرها ايضا. شوف الكره ممرره بين قلبي الدفاع، بين اسامه عوساوي وبين كامل الموسى، والتغطيه لم تكن بالشكل المناسب لانه سرعة الارتداد من كامل الموسى لم تكن بالشكل المناسب لفتح التسلل، وبالتالي فرناندو توريس يأتي بالانفراد، لكن فرناندو توريس لم تكن الكرة الانفرادية بالنسبة له بالشكل المناسب. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الاسباني الأكثر استحواذا على الكرة، سيسك فابريغاس في المحاولة من الناحية اليمنى، كرة خلفية ملعوبة إلى راؤول البيول، لاعب ريال مدريد صاحب 35 مباراة دولية. راؤول البيول لاعب قلب الدفاع. تخرج الكرة إلى رمية جانبية الآن. يظهر أيضا ناتشو مونوريل لاعب ملقا كما ذكرت، صاحب 8 مباريات دولية. مونوريل، كرة لصالح المنتخب السعودي، سلطان البيشي بجانبه أيضا أحمد عطيف، لكن فرناندو توريس يمرر الكرة وسط 3 أو 4 لاعبين. محاولة إلى بوسكيتش، 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة.
الاول نتيجه متعادله بدون اهداف. هنا عبد الرحيم جيزاوي ايضا يحاول في هذه اللقطه مع كره فابريغاس، استلام من فابريغاس بعد تمريره بيدرو مقطوعه من احمد عطيف، جميله من سعود كريري يتقدم معها، ايضا يحاول عبد الرحيم جيزاوي وصافره وخطا ركله حره مباشره لصالح المنتخب السعودي. المدافع خوان فران يظهر امامنا، مدافع اتلتيكو مدريد، مباراتين دوليه، 27 سنه خوان فران. طبعا غياب كارلوس بيول عن تشكيله المنتخب الاسباني للاصابه. هذه المباراه تاتي ضمن المباريات الاستعداديه للمنتخب الاسباني لاستكمال المجموعه الصعبه بالنسبه للمنتخب الاسباني في التصفيات الاوروبيه النهائيه لنهايات كاس العالم، واللي فيها طبعا سيلعب امام منتخب جورجيا في جورجيا يوم 11 من شهر سبتمبر، يوم الثلاثاء القادم. كره ملعوبه، محاوله من بينات، خلفيه سانتي كازورلا الى بينات، كره في المنتصف ملعوبه لصالح المنتخب الاسباني والتسديده الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب. إذا نحن هذه التوجيهات ريكارد. نتحدث عن لقاء جورجيا، طبعا بيلاروسيا أيضا في نفس المجموعة، فرنسا لقائها يوم 16 أكتوبر بإذن الله تعالى مع المنتخب الأسباني. طبعا المباريات بعد بطولة أوروبا، بعد تحقيق المنتخب الأسباني لبطولة اليورو 2012، كانت هناك لقاءات ودية في ال15، لقاء أول ودي مع بورتوريكو والنتيجة فوز المنتخب الاسباني بهدفين مقابل هدف واحد. هذا هو اللقاء الثاني الودي بالنسبة للمنتخب الاسباني، وهو امام المنتخب السعودي الان، وبالتحديد في اسبانيا في مدينة بونتيفيدارا الاسبانية، وفي استادها استاد مونيسيبال دي ماسارول. كرة محاولة لصالح المنتخب السعودي، التمريرة في الامام هناك الى الناحية اليمنى بعيدة عن عبد العزيز الدوسري، وكرة تخرج الى خارج ارض الملعب. جورجيا اللقاء طبعا 3 لقاءات رسمية تأتي بعد هذا اللقاء بالنسبة لمنتخب اسبانيا، لقاء جورجيا في 11 من سبتمبر، ثم بيلاروسيا يوم 12 اكتوبر، وفرنسا في 16 اكتوبر، ثم لقاء ودي امام بنما في 14 نوفمبر، وامام البرتغال في 6 من فبراير في عام 2013 باذن الله تعالى. بالنسبة لمنتخبنا الوطني، المنتخب السعودي سيلاقي منتخب الجابون أيضا في مباريات ودية، بينما يلتقي مع المنتخب الأرجنتيني، طبعا مع منتخب الجابون في فرنسا في 11 من سبتمبر، ولكن في نوفمبر إن شاء الله سيكون هناك لقاء ودي في المملكة العربية السعودية بالتحديد في الرياض أمام المنتخب الأرجنتيني بكامل نجومه. وهو بلا شك يعني احنا لما نتحدث هذا كاسياس، هذا انيستا، يظهر امامنا كانوا في الصوره وفي اللقطه الماضيه يعني، لكن عندما نتحدث عن مثل اللقاءات الوديه التي طالب بها الكثير من النقاد والكثير من الرياضيين والكثير حتى من الجمهور بأن يكون هناك منتخبات قوية يلعب مع المنتخب السعودي، هذه إحدى اللقاءات بغض النظر عن يعني مستوى المنتخب أو جاهزية اللاعبين، لكن نحن بإذن الله دائما اللاعبين على جاهزية تامة، روحهم بإذن الله تكون موجودة في أرض الملعب. هنا سلطان البيشي، شوفوا سلطان اللاعب اللي ظهر في الموسم الماضي مع فريق نادي الهلال يقدم مستوى ممتاز. هنا أسامة هوساوي يحاول الكرة تخلص تخرج إلى خارج أرض الملعب، كاسياس لسه بيتكلم مع انيستا، بجانبهم طبعا روبرتو سولدادو، هذا احتياطي المنتخب الاسباني. وبالمناسبه يعني شوفوا لاعب من ريال مدريد ولاعب من برشلونه، هذه مناسبه حلوه، الاثنين قاعدين في المنتخب بروح واحده وبتواجد واحد، بالرغم من كثره المباريات وكثره التنافس والتواجد يعني اللي فيه شد وجذب كثيرا بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونه، ولكن ما طالب فيه ديلبوسكي، ما تمناه ديلبوسكي في الموسم الماضي بان لا يكون هناك لقاء نهائي على دوري الابطال بين ريال مدريد وبرشلونه. كره ملعوبه في الامام ممتازه تصل الى ناصر الشمراني، يحاول يخلص سريعا، تعود لناصر مره اخرى والتسديده الى خارج ارض الملعب، تسديده من تيسير الجاسم الى خارج ارض الملعب. تمريره كانت طويله في الامام في عمق دفاع المنتخب الاسباني، مرت من بيكيه وعادت لناصر الشمراني اللي حاول التسديد على طول. شوفوا التمريره الممتازه كانت من منصور الحربي، منصور ما شاء الله من اللعيبه اللي بتميزوا بالتمرير الطويل. شوفوا التمريره مرت من جيرار بيكيه وجاءت الى ناصر الشمراني، ناصر حاول، كان وحيد ناصر بالفعل، ولكن هذه من الكرات اللي ممكن تعطي الثقه اكثر للاعبي المنتخب السعودي، على الاقل ترتيب الامور في الناحيه الخلفيه والانطلاق في الناحيه الاماميه بشكل يكون جيد. كره مقطوعه من عبد العزيز الدوسري تتخلص
تصل لصالح المنتخب الاسباني. كرة مع راؤول البيول. راؤول كرة في المنتصف. سانسيك فابريغاس تعود الى بينات. بينات لاعب ريال بيتس، لاعب خط المنتصف. بينات اكسبيريا، هذا اللي تعود الكرة مرة أخرى. 25 سنة هذا اللاعب. كرة ملعوبة في الأمام. توريس يعيد كرة خلفية، كان ينطرد التمرير ردد، لكن هنا قطع الكرة ممتازة بشكل جميل من عبد العزيز الدوسري. يحاول من أحمد عطيف. أحمد يحاول يتقدم، قائد فريق نادي الشباب واللاعب المميز في خط المنتصف. أحمد عطيف لاعب صاحب مجهود وافر. يعني هذا زافي هرنانديز، بجانبه ايضا ديفيد فيا، بجانبه خوردي البا، ثلاثي برشلونه المعروف. 16 دقيقه مرت من زمن شوط المباراه الاول، نتيجه متعادله بين المنتخبين السعودي والاسباني في المباراه الوديه الدوليه التي تقام في اسبانيا. كره ملعوبه للناحيه اليسرى ومحاوله ناتشو مونوريل، عارضيه بعيده حتى عن بيدرو الجناح الايمن، والكره تخرج الى خارج الملعب والى رميه جانبيه لصالح المنتخب السعودي. كره خرجت الى رميه جانبيه الان، خرجت من منصور الحربي الى رميه جانبيه لصالح المنتخب الاسباني. خوان فران، عرضيه من بيدرو، لكن الكره تتخلص من اسامه هوساوي وتعود عاليه في الكره المرتده ايضا من ناصر الشمراني. سعود كريري يحاول ياخذ المساحه لوحده، سعود وهو لاعب المحور. عبد العزيز، ممتاز عبد العزيز بلمسه واحده لسعود كريري الى تيسير الجاسم، عرضيه الى سلطان البيشي. تحويل اللاعب عموما كان من المنتخب السعودي اللي من الناحيه اليسرى الى الناحيه اليمنى. الكره في الامام ممتازه، تيسير الجاسم الى ناصر الشمراني. ناصر بيحاول من الناحيه اليمنى دخول داخل منطقه الجزاء، لكنه يخرج ايضا، يعيد بالتمريره لعبد العزيز الدوسري، خلفيه الى سلطان البيشي الى ناصر الشمراني ايضا مره اخرى. ناصر ما يزال يحاول في محاوله للمرور ممتازه، ما تزال الكره والهجمه لصالح المنتخب السعودي، محاوله لقطع الكره، ما تزال هجمه. هنا تيسير الجاسم، ما تزال لا وجود لخطا، لا وجود لمسه يد. ناصر الشمراني يحاول بالعرضيه والتسديده القويه، كره تصطدم تتخلص من الدفاع، تعود في الناحيه اليسرى مع ناتشو مونريل، والتمريره الاماميه ايضا لصالح المنتخب الاسباني. الان تعود للمنتخب السعودي. عبد العزيز يحاول يمر في العمق، عبد العزيز ممتاز الدوسري، والتسديده وفيكتور فالديز في المكان المناسب لالتقاط هذه الكره. فيكتور فالديز حارس برشلونه والحارس الاحتياطي، دائما هو الحارس الثاني، خلينا نقول بلاش كلمه احتياطي، لكن الحارس الثاني للمنتخب الاسباني دائما ما يكون فيكتور فالديز. فيكتور فالديز اللي كان هو طبعا صاحب 30 سنة، وهو يعني اللي بدأ في برشلونة، والابن الكتالوني أيضا من برشلونة لبرشلونة وظل مع برشلونة. هنا محاولة من فرناندو توريس، لكن الكرة تتخلص. تعود إلى عبد العزيز الدوسري، تخلص كرة عالية، محاولة في الناحية اليمنى مع تقدم الظهير الأيمن خوان فران، يعيدها خلفية جيرار بيكيه، عالية كرة تخلص من سلطان البيشي في المنتصف. تيسير الجاسم، كرة عالية، يعني من أكثر الطرق اللي اشتهر بتطبيقها الهولندي فران دريكر في سواء في المنتخب الهولندي، سواء في أيضا برشلونة أو أياكس. الكرة نتابعها ثم نتحدث عن طريقة فرانك ريكارد. كرة في الناحية اليسرى تصل إلى كازورلا، من بعيد كازورلا، لكن يفضل التمرير، الكرة تتخلص. ممتازة بقراءة جميلة من منصور الحربي، تصل إلى جيرار بيكيه. بيدرو في المحاولة من الناحية اليمنى، بوسكيتش إلى بينت. كازورلا يحاول التمرير في الناحية اليسرى للمتقدم كان الظهير الايسر ناتشو مونريل، لكن كرة مقطوعة من تيسير الجاسم، تعود لسلطان البيشي. احمد عطيف، امامية من احمد عطيف ايضا لعبد العزيز الدوسري. عبد العزيز كعب ممتازة لسلطان البيشي، سلطان ضغط عليه ايضا من ثلاثة من لاعبي المنتخب الاسباني. التمريرة خاطئة مقطوعة، ويحاول يتقدم في الامام راؤول البيول الى بيدرو رودريغيز. تمريرة في الناحية اليسرى، سانتي كازورلا يتقدم معها، كرة داخل منطقة الجزاء، وايضا تواجد من اسامه هوساوي، كرة تخرج الى خارج ارض الملعب الى ركنية اولى.
ركنية أولى لصالح المنتخب الأسباني بعد 20 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول. نتيجة متعادلة في لقاء المنتخبين السعودي والأسباني، اللقاء الودي في شهر سبتمبر هنا في اليوم السابع من أيام الفيفا، ومشاركة مميزة وأيضا مستوى حتى الآن يقدم المنتخب السعودي، ولكن احنا نتحدث عن إيجابية هذه المشاركة. كرة مقطوعة من منصور مع دخول أيضا كان داخل منطقة الجزاء من راؤول البيول، 27 سنة، لاعب ريال مدريد الأسباني، لاعب اللي شارك في 35 مباراة دولية لم يسجل خلالها أهداف. كرة من وليد عبد الله حارس مرمى المنتخب السعودي، كرة تتخلص من بوسكيتش، عرضية إلى المتقدم اللي بيحاول كان في الناحية اليمنى، لكن تعود من عبد الرحيم يزاوي. وليد على طول، كرة في الأمام تصل لبيكي، راؤول البيول، كرة مقطوعة، عبد العزيز الدوسري يحاول يتقدم، عبد العزيز يحاول التمرير، او احمد عطيف الى عبد العزيز، ممتازة الكرة من عبد العزيز، يحاول بالكرة العرضية تصطدم وتخرج الى خارج ارض الملعب والى ركنية اولى. ركنية اولى لصالح المنتخب السعودي. كرة مقطوعة كانت في العمق. تصريحات قبل المباراة من المدربين، ريكارد قال بأنه تصريحات ديل بوسكي لا تهمني وعيني على الأخضر فقط. واعترف ريكارد في المؤتمر الصحفي بوجود يعني فوارق فنية بين المنتخبين. عبد العزيز الدوسري تعد الكرة مرة أخرى في المحاولة لعب الكرة العرضية، يلعبها عرضية، كرة تتخلص، تعود ممكن مرتدة للمنتخب الأسباني. كرة بالكعب تعود أيضا مقطوعة من تيسير الجاسم، ولكنها تصل أمامية. سلطان، يا سلام، يتركها سلطان بهدوء، تخرج إلى خارج أرض الملعب ورمية جانبية لصالح المنتخب السعودي. كرة لسلطان البشي، مرة على طول إلى عبد العزيز، تتخلص من راؤول البيول، تعود في المنتصف. فابريغاس، سيسك فابريغاس إلى خوان فران. أتلتيكو مدريد اللي حقق السوبر الأوروبي قبل أسبوع تقريبا، وبنتيجة يعني نتيجة عريضة بأربعة أهداف على تشيلسي. هنا محاولة أمامية لصالح المنتخب الأسباني، والتسديد يخلصها وليد، وتعود لسانتي كازورلا. هدف أول لمنتخب أسبانيا في الدقيقة 23. سانتي كازورلا تقدم وتابع الكرة اللي تصدت من حارس المرمى وليد عبد الله، بذل فيها المجهود، جاءت بعد تسديدة وكرة مرتدة لصالح المنتخب الأسباني. تسديدة سانتي كازورلا بعد ذلك تأتي بالهدف الأول في المباراة. هذه عادة مرة أخرى، شوف المرور هنا وشوف التسديدة القوية، صدى أيضا وليد عبد الله، عادت في غياب المتابعة في هذه اللقطة. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب الأسباني، الكرة كانت من الظهير الأيسر ناتشو مونريل، وسدد ناتشو وعادت لكازورلا. سانتي كازورلا عادة ما يكون في الناحية اليسرى، ولكنه جاء في الناحية اليمنى، وزع اللعب أو وزع مجهوده على المكانين، وسجل عموما في الدقيقة 23 الهدف الأول لصالح المنتخب الأسباني في المباراة، الهدف الأول في المباراة بعد كرة تسددت من الظهير الأيسر للمنتخب الأسباني، صدها وليد عبد الله، ولكن انتهت أيضا بمتابعة كازورلا إلى المرمى. كرة لصالح المنتخب الأسباني في المنتصف، التمريرة تأتي من بينات تعود للكرة مرة أخرى، عرضية لاعب خط المنتصف في الريال بيتيس. بينات يعود باستلام الكرة مرة أخرى. فابريغاس حاول في اللقطة في الناحية اليسرى، كرة بالكعب ملعوبة إلى ناتشو مونريل لصالح المنتخب الأسباني. بيكي من بعيد، بيكي يحاول التسديد لكنه يفضل التمرير. فابريغاس بلمسة تعود بينات السيبيرية، يا سلام، كرة بالكعب ممتازة لصالح المنتخب الأسباني. محاولة داخل منطقة الجزاء، إعداد، وتأتي التسديدة والكرة إلى القائم، وتعود لصالح المنتخب الأسباني، عرضية وليد عبد الله.
وليد عبد الله الكرة جميلة ولقطات وتمريرات مميزة لصالح المنتخب الاسباني. 25 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة تقدم المنتخب الاسباني بهدف مقابل لا شيء. لكن المهم في مثل هالتجربة، المهم أيضا في مثل هالأوقات المحافظة على الهدوء، المحافظة على الهدوء، الإبقاء على التطبيق بالنسبة لخطة المدرب مهم جدا جدا. خوان فران الظهير الأيمن، كرته تعود له مرة أخرى، يحاول يلعبها عرضية لكن هناك يتواجد تيسير الجاسم. تيسير يحاول تمرير كرة أمامية إلى ناصر الشمراني، كرة تتخلص تخرج إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي. نفذ عرضية وناصر بالراس، الكرة بجانب القائم، كرة بجانب القائم الأيمن لمرمى فيكتور فالديز، الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب السعودي، لكنها ممتازة. العرضية من سلطان البيشي، ناصر في مكان سليم بعيد حتى عن بيكيه، بعيد عن راؤول البيول، خلصها أو يقتنصها أيضا قبل بيكيه، حاول وضعها في الزاوية البعيدة لكنها بعيدة عن مرمى فيكتور فالديز. أمامية للمنتخب الأسباني في وجود انفراد، وضع كرة في المرمى، هدف ثاني في الدقيقة 27. بيدرو يستلم ويضع كرة، هدف ثاني لمنتخب اسبانيا، هدف ثاني لمنتخب اسبانيا. والكرات ايضا خلف المدافعين تنجح والتمريرات تنجح وكسر التسلل موجود للمنتخب الاسباني، وانفراد وبيدرو رودريغيز يسجل بشكل جميل. جاء الاستلام وبشكل جميل ايضا جاء وضع الكرة. وليد عبد الله لا يملك شيء في تخليص هذه الكرة، وهدف ثاني للمنتخب الاسباني، هدف ثاني لصالح المنتخب الاسباني. في الدقيقة 27، يعني 4 دقائق بين الهدف الاول لسانزلو كازورلا وبيدرو، هنا يسجل هدف ثاني لصالح المنتخب الاسباني. بيدرو رودريغيز 18 مباراة دولية، هذه المباراة 19 وثالث هدف دولي لصاحب ال 25 سنة مهاجم المنتخب الاسباني، بينما سانتي كازورلا هذه المباراة رقم 47 له مع منتخب اسبانيا، وهذا الهدف الاول اللي سجل كان الهدف رقم 8 بالنسبة لسانتي كازورلا من الاهداف الدولية. كرة من رمية جانبية، سلطان البيشي امامية طويلة تتخلص لصالح المنتخب الاسباني، طويلة امامية ايضا عالية، كامل الموسى وفرناندو توريس، كرة تتخلص تصل لكامل الموسى، لا وجود فيها لخطأ. النينو اللاعب الملقب بالنينو، فرناندو توريس لاعب المنتخب الاسباني، لكن الكرة امامية من وليد عبد الله خاطئة. فابريغاس، تمريرة مقطوعة من عبد الرحيم جيزاوي، امامية لناصر الشمراني، بتفوت على ناصر، لا يلحق بها ايضا عبد العزيز الدوسري، كرة مقطوعة للمنتخب الاسباني. جيرار بيكيه، عرضية تصل لبينات، بينات كشبريا بالتمريرة العرضية للمنتخب الاسباني، كرة من ناتشو موريال، تقدم في المحاولة ايضا بينات، جيرار بيكيه الى بينات لصالح المنتخب الاسباني. اول لقاء بين المنتخبين كان لقاء على مستوى كاس العالم، على مستوى المجموعه الثامنه، كره نتابعها للمنتخب الاسباني ولكن تدخل ايضا دفاعي وسيسك فابريغاس. هذه عاده مره اخرى محاوله اللاعب المميز فابريغاس، حاول التسديد لكن الكره الى ركله ركنيه، هي ركنيه ثانيه لصالح المنتخب الاسباني.
مقطوعة الكرة من عبد العزيز الدوسري، يحاول يتقدم، كرة تخرج إلى رمية جانبية للمنتخب السعودي. أول لقاءات كما ذكرت بين الفريقين كانت اللقاء الثالث لكلا المنتخبين، سواء للمنتخب السعودي أو لمنتخب إسبانيا. كان اللقاء في ألمانيا في نهائي كأس العالم 2006 في المجموعة الثامنة، اللقاء اللي انتهى لصالح المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء. كان اللقاء طبعا اخير، وتوجت او توج المنتخب الاسباني في ذلك بعد ذلك اللقاء باعتباره بطل المجموعه الثامنه، ولاقى في الدور ثمن النهائي المنتخب الفرنسي وخرج على يد المنتخب الفرنسي. كره في التمريره في الامام، محاوله من بنت ولكن تعود مره اخرى. هنا كامل الموسى يقطع الكره، عبد الرحيم جيزاوي محاوله صح المنتخب السعودي، ملعوبه ممتازه في الناحيه اليمنى الى منصور الحربي، معاه ايضا عبد العزيز الدوسري، يحاول يتقدم عبد العزيز، التمرير الى ناصر يحاول، ما تزال هجمه لصالح المنتخب السعودي، الكره بالطول تخرج الى خارج ارض الملعب مع التدخل الدفاعي، تخرج الكره الى خارج ارض الملعب الى ركله ركنيه ثانيه لصالح المنتخب السعودي. نفذ كره سريعه، ناصر عرضيه باتجاه المرمى، الكره تفلت من يد فيكتور فالديز، لكن يعود على دفعتين ويستلمها، على دفعتين يستلمها فيكتور فالديز. نلعب في الدقيقة 32 من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة تقدم المنتخب الإسباني بهدفين مقابل لا شيء. سجل كازورلا في الدقيقة 23 وسجل بيدرو في الدقيقة 27. كرة أمامية في وجود رايا وتسلل، أمامية لبيدرو في وجود رايا وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة، إعادة تمريرة، واضح متقدم على آخر ثاني مدافع. هذه كرة الهدف، هدف جميل حقيقة في الاستلام وفي الإنهاء من بيدرو اللي حقق رقم يعني شخصي مميز وقت السداسية الشهيرة برشلونة فاز بالدوري والكاس في اسبانيا، وبعدين فاز بدوري ابطال اوروبا، بعدين جت بداية الموسم الجديد وفاز بالسوبر الاوروبي، فاز بالسوبر الاسباني، هذه 5. بعدها على نهاية السنة لعب في نهائيات كأس العالم للأندية وفاز بكأس العالم للأندية، سداسية شهيرة. بيدرو له في هذه السداسية هدف في كل بطولة، يعني حتى في السوبر الأوروبي سجل، حتى في السوبر الأسباني سجل، حتى في كأس العالم للأندية سجل. بيدرو يعني سجل اسمه بشكل جميل. هنا ضغط ممتاز من عبد الرحيم جيزاوي ومن ناصر الشمراني، وهنا قطع الكرة ايضا منصور الحربي يحاول بالكرة الامامية، عبد العزيز يحاول داخل منطقة الجزاء، عبد العزيز الدوسري، لكن كرته بتمر وتصل ايضا مع خروج موفق من حارس المرمى فيكتور فالديز. عبد العزيز الدوسري حاول المرور، لكن شوف الضغط على لاعبي المنتخب الاسباني ممكن يولد الاخطاء، هذا ما يحدث عموما في كرة القدم. والمنتخب الاسباني ليس منتخب جاي من المريخ، هو منتخب على الارض، منتخب يقدم العرض المميز صح، يقدم سهولة كرة القدم بصعوبة التطبيق، انك تمرر وتستلم وتفضل محافظ على الكرة ومستحوذ عليها بهذا الشكل. لكن برضو عندما تلعب بنفس الاسلوب عندما تضغط اكيد هناك تكون الاخطاء. خطأ عموما هنا للمنتخب الاسباني، وركله حره مباشره، ملعوبه الكره سريعه، اللينو داخل منطقه الجزاء، لكن خروج موفق من وليد عبد الله حارس مرمى المنتخب السعودي. كره لعبد الرحيم جيزاوي، عبد الرحيم شوف الاستلام، واحده من اساسيات كره القدم المهمه، الاستلام للامام. يعني وليد لعب الكره سريعه، اصطدمت في الارض، تصطدم في الارض طبعا تتغير سرعتها وتزيد، ممكن يعني كان ممكن استفاده من مثل هالكرات بشكل افضل. فرناندو توريس يعيد كره خلفيه، بينت، عدى برضو الكرة كانت من فوق المدافعين. سانتي كازورلا جاء للناحية اليمنى، ملعوبة كازورلا أمامية توريس، لكن الكرة مقطوعة، كان معاها فابريغاس في اللقطة الماضية، جاء فرناندو توريس أو جاء عفوا فابريغاس في الناحية اليسرى وكازورلا في الناحية اليمنى، تغييرات ما بين صناع اللعب المميزين. كرة في الأمام وخروج موفق أيضا من فيكتور فالديز، أمامية كانت جميلة إلى نصر الشمراني.
35 دقيقة تمر من زمن شوط المباراة الأول. تقدم منتخب اسبانيا بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب السعودي. هنا كرة في الأمام في المحاولة. فابريغاس، كرة إلى جيرارد بيكيه، خلفية تصل لصالح المنتخب الاسباني بتقدم من بوسكيتش ومحاولة التمرير في الناحية اليسرى. ما تزال الهجمة محاولة للتمرير لكن أسامة هوساوي يقطع الكرة. أحمد عطيف، أحمد يحاول المرور، يحاول التمرير، يمرر الكرة إلى منصور الحربي. منصور يلعب كرة طويلة أمامية إلى عبد العزيز الدوسري، طويلة على عبد العزيز، معاها أيضا راؤول البيون. أكثر انتقاد وأكثر يعني المحللين كرة نتابعها لصالح المنتخب الاسباني ومحاولة لعب الكرة العرضية، الكرة تخرج من خارج الملعب الى ركلة ركنية ثالثة لمنتخب اسبانيا. لكن يعني مثلا على الاقل في نهايات اليورو 2012 كان هناك اكثر من يتحدث ان المنتخب الاسباني منتخب معروف طريقته، وانه فريق لا يلعب براس حربة. سيسك فابريغاس، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، خروج وليد، وجود ساطرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. بيكيه متر و93 سنتيمتر طوله، ايضا وليد متر و93 سنتيمتر. الخطأ على بيكيه، هذه عادة، خروج وليد عبد الله، ولكن هناك الخطأ واضح، الاشتراك مع حارس المرمى. هذه عادة للتمريرة ابدا ما فيها شيء. كامل الموسى كان كاسر التسلل تماما. الاستلام بالكروس العرضي الممتاز، وضع الكرة فوق حارس المرمى بالرغم من طول قامة وليد عبد الله، يعني كان في اتقان من بيدرو رودريغيز. امامية هنا فرناندو توريس يحاول لكن معاه ايضا كامل الموسى. كرة تصطدم في توريس وتخرج الى رمية جانبية، لكن حكم اللقاء يشير من رمية جانبية لصالح المنتخب الاسباني. سيسك فابريغاس يعيد كرة في الخلف. ناتشو مونريل يعود لفابريغاس، يمر الكرة. فرناندو توريس موجود في موقف تسلل. توريس موجود في موقف تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. فكانت الانتقادات واضح التسلل كما يظهر. كانت الانتقادات في اليورو 2012 بانه منتخب اسباني منتخب معروف طريقة لعبه، بالاضافة الى انه في بعض المباريات لا يلعب براس حربة حقيقي. لا يلعب، يعني هو مكثف خط المنتصف ويعتمد على هذه التمريرات وعلى فتح اللاعب سواء عن طريق الاجنحه او عن طريق قلبي الدفاع في الفريق المقابل، ولا يعتمد على راس حربه تقليدي. لكن اعتقد انه هذا الانتقاد لم يكن بالشكل السليم، لانه واضح الرد كان خاصه في المباراه النهائيه بالرغم من ظروفها وابعاد احد لاعبي المنتخب لطالب البطاقه الحمراء، ولكن 4 أهداف نظيفه بلا شك انها رد بليغ على من يتحدث على طريقة لعب المنتخب الأسباني. وإن كانت الطريقة حتى وإن لها الكثير من الإيجابيات، ولكنها لها أيضا من السلبيات ما يحكمها. عموما هناك على الطرف الآخر هناك مع فرانك ريكارد، والذي عرف في حتى في منتخب هولندا عندما درب منتخب هولندا، حتى عندما درب برشلونة دائما برغبته بتوزيع اللعب، بوجود اللاعبين في اغلب مناطق الملعب. نتابع الكره، فرناندو توريس يستلم الكره امام هوساوي، امام اسامه يلعب كره بالكعب، محاوله الى توريس مره اخرى لكن لا تصل لكازورلا. تصطدم الكره في القائم، تصطدم الكره في القائم وتعود لصالح المنتخب السعودي، لكنها كانت لمسه جميله وكره جميله لصالح منتخب اسبانيا. سانتي كازورلا وضع الكره على طول سريعه وباليسرى سانتي كازورلا، ولكن تصطدم الكرة في القائم الأيمن لمرمى وليد عبد الله. نتابعها لصالح المنتخب الاسباني ايضا. ملعوبة الكرة من بنات للناحية اليسرى، متقدم هناك ناتشو مونريل، كرة إلى فرناندو توريس يخلصها الدفاع، خلصها أسامة هوساوي، تخرج إلى ركنية رابعة. طريقة لعب التي عرف بها. كرة نتابعها، نتابع الإعادة. الكرة فرناندو توريس اللي بالكعب جاءت جميلة، وتمريرة الرد الجميلة، لكن كازورلا سدد، تصطدم في القائم وتهز المرمى. تصطدم في القائم وتهز المرمى. عادة بيدرو هو من كان في اللقطة الماضية. كازورلا على طول، لكن القائم
كرة تخرج إلى خارج أرض الملعب أو تعود من الركنية. الآن تسديدة تصطدم في الدفاع. عرضية عالية في المحاولة لمنتخب اسبانيا، ولكن تتخلص كرة ممتازة من وليد عبد الله، ممتازة في التخليص. أيضا ردة الفعل الجميلة صد الكرة بالقدم، ملعوبة بيدرو، تعود الكرة إلى فابريغاس. فابريغاس ما يزال يحاول عرضية لمنتخب اسبانيا، بتتخلص أخيرا من عبد الرحمن الزاوي، يبعدها إلى خارج أرض الملعب إلى رمي. حكم اللقاء يذهب للاطمئنان على الكرة المشتركة اللي كانت بين سلطان البيشي وبين فابريغاس. 40 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة تقدم منتخب اسبانيا بهدفين مقابل لا شيء. ممتازة الروح الرياضية هذه عادة مرة أخرى. هذه الكرة اللي خلصها سلطان البيشي، وقع أرضا فابريغاس. الكرة على يعني أو اللعبة على الكرة كانت واضحة، لكن فابريغاس طبعا اللاعبين يخافوا، حتى لاعيبة المنتخب السعودي أكيد يخافوا على إصاباتهم. الاحتكاكات القوية ممكن تشكل خطورة، لكن فرانك ريكارد هو اللي يعني 4-5-1. خلينا نتكلم على طريقة 4-5-1، لكن هو كيف يقسم الخمسة في النص؟ هو يلعب بمحور واحد وقدامه 2-2-1. فهذا حاول يطبقها أو يحاول يطبقها مع المنتخب السعودي بعدد من الأسماء. محاولة والتمريرة العرضية من ناتشو مونريال، لا تجد أحد من الظهير الأيسر، ظهير ملقا الاسباني، إعادة للتمريرة الجميلة اللي كانت من بينات ومونريال. الكرة العرضية مرت من امام فرناندو توريس. لكن خلينا نتحدث عن الاسماء اللي الكرة تظل من زاوية ممتازة. ايضا خلينا نتحدث عن الاسماء اللي كان مثلا يعني ممكن يشارك بها فيسنتي دي بوسكي، صحفي ال 61 سنة، مدرب المنتخب الاسباني، واللاعب على فكرة اللاعب لاعب ريال مدريد واللي درب ريال مدريد ايضا، ولكنه ديل بوسكي كان هو عندما كان لاعبا كان يلعب في خط الدفاع وكان في محور الدفاع بالتحديد. كرة مقطوعة، ملعوبة أمامية، وكرة إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. عادة تمريرة ممتازة، لكن خط الدفاع بدأ يتابع الكرة بشكل جميل. بالنسبة للمنتخب السعودي بوسكي كان في مركز المحوري، يلعب في مركز المحور الدفاعي بالتحديد، عشان كده يعني هو يهمني يعرف مدى جاهزية بوسكيتش عندما يشارك أو يشرك لاعب مثل بينات، ويعرف قدرته تماما. لاعب لعب في نفس المركز، هو المدرب لعب في نفس المركز، وبالتالي يعرف ما هي الخطوات المهمة لهذا اللاعب. وعلى فكرة توريس يحاول في وجود رايه وتكلم تقرب المركز، لكن شوفوا الكثافة، شوفوا الكثافة، حوالي 5، وكان السادس قادم من لاعبين المنتخب الاسباني في هذه الهجمة على مرمى المنتخب. لكن عندما نتحدث عن البدلاء يعني كنا نتوقع مثلا ان يشارك زافي هرنانديز وزافي الونسو، نجد بينات ونجد سيرخيو بوسكي. كنا نتوقع ان يشارك اندرياس انيستا، نجد سانتو كازورلا. يعني ايضا كمان نتوقع مثلا ديفيد سيلفا، فنجد فابريغاس. بيدرو ايضا يشارك اليوم عندما لا يشارك ديفيد فيا، وتحدث عن ديفيد فيا وعن امكانيه مشاركته وانه يريد ان يعيد هذا الاسم على السطح. وديفيد فيا يمتلك الكثير من الارقام القياسيه مع المنتخب الاسباني، ولكنه يشارك بفرناندو توريس ايضا، اللاعب الناضج بالنسبه اليه ولاعب تشيلسي الانجليزي. حتى على مستوى الدفاع، عندما لا يشارك سيرخيو راموس، فهناك راؤول البيول، هناك على الناحيتين خاصة الناحية اليسرى ناتشو مونريال. هذا ظاهر امامنا على الشاشة، ينجح تماما في وضع مستوى مميز في الناحية اليسرى بالنسبة للمنتخب الاسباني، حتى وان لم يشارك خوردي ألبا لاعب فريق نادي برشلونة الاسباني. الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول، لقاء الودي الدولي بين المنتخبين السعودي والأسباني. تقدم المنتخب الأسباني بهدفين مقابل لا شيء. وعلى المستوى التنظيم خلوني أكون متفائل جدا على مستوى التنظيم، على مستوى أيضا
ثبات اللاعبين في ارض الملعب. يعني هناك بالنسبه لي اعتقد انه يعني مرضي تماما هذا تنظيم هذا المستوى. ان كنت يعني هناك الكرات السريعه خلف المدافعين يقع فيها اي مدافع، الثغره بين كامل الموسى وبين اسامه هوساوي، برضه سعود كريري واحمد عطيف عليهم مسؤوليه كبيره جدا في ايجاد حلول في هذه الثغرات. تيسير الجاسم دقيقه واحده في لقب بدل الضائع من زمن شوط المباراه الاول، كره ملعوبه سعود كريري، تمريره خاطئه، تقدم كان هناك من عبد الرحيم ديزاوي، لكن هنا الكره مرتده ملعوبه في الناحيه اليمنى. خوان فران الظهير الايمن يحاول يتقدم، خوان فران يلعب كره على قسم منطقه الزاويه، يعود سعود كريري لتصويح وتعديل خطأه اللي كان عليه في التمرير الماضي. كرة ملعوبة من أحمد عطيف طويلة تتخلص من جيرار بيكيه، بيكيه يتقدم في منتصف ملعب المنتخب السعودي، يتحصل على خطأ جيرار بيكيه. تمريرة أمامية لمنتخب الأسباني، لكن أيضا مع الصافرة، وحكم اللقاء السيد أنور سال يطلق صفرته من نهاية شوط المباراة الأول. اللاعب الكبير وقائد المنتخب الأسباني يدخل إلى أرض الملعب الآن. بداية شوط المباراة الثاني، المنتخب السعودي سيكون على يسار الشاشة الأبيض الكامل وبالأرقام الخضراء، بينما منتخب أسبانيا بالأحمر والأزرق. هنا محاولة والتعديل والتسديد أيضا لصالح المنتخب السعودي، فرصة أولى كانت مهمة لصالح المنتخب السعودي مع بداية شوط المباراة الثاني، ولكن كرة مقطوعة تصل لصالح المنتخب الأسباني. إذن المنتخب السعودي على نفس تشكيلته بالنسبة للشوط الأول، هناك بوجود وليد عبد الله في حراسة المرمى، خط الدفاع الرباعي سلطان البيشي، أسامة هوساوي، كامل الموسى ومنصور الحربي. نتابع كرة فرناندو توريس، كرة مقطوعة في وجود أيضا صافرة وخطأ ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. الخط الوسط هناك أحمد عطيف، سعود كريري، تيسير الجاسم، عبد الرحيم ديزاوي، عبد العزيز الدوسري. في الهجوم نصر الشمراني، والمدرب هو الهولندي فرانكي رايكارد. هنا هذه إعادة للخطأ، قطعها أسامة هوساوي، لكن أعتقد أن الخطأ كان على سعود كريري. اعتراض من أسامة هوساوي، ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، لصالح المنتخب الأسباني. منتخب أسبانيا في تشكيلته يدخل زافي هرنانديز وسيرخيو راموس. وهرنانديز زافي مع تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لعلها تكون أول كراته في شوط المباراة الثاني مع دخوله وليد عبد الله في المرمى. 6 في لاعبي قل حارس المرمى، والتسديدة الكرة تصطدم في القائم الأيمن، والكرة في المرمى دخلت إلى أرض، دخلت إلى المرمى وخرجت أيضا مع وليد عبد الله، هي اصطدمت في القائم الداخلي. وهدف ثالث للمنتخب الأسباني، هدف ثالث للمنتخب الأسباني، اعتراض من لاعبي المنتخب السعودي. ولكن أول الكرات زافي هرنانديز يسجل، متابعة حكم اللقاء السيد أنار سال. هذه عادة، والكرة بالفعل في المرمى تصطدم في القائم الجانبي اللي في المرمى، ولكنه هدف جميل جدا، وتصطدم أيضا في وليد عبد الله وتخرج، ولكنها هدف جميل وهدف ثالث للمنتخب الأسباني يأتي في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الثاني. هدف ثالث للمنتخب الأسباني. زافي هرنانديز لاعب الكبير، اللاعب المميز، واللاعب اللي يعني تو نازل كذا في شوط المباراة الثاني. زافي ممكن يكون بديل، اعتقد يعني كبديل ممكن يكون بديل بينات او بديل لسانتي كازورلا. عموما سنتابع من في تشكيلة المنتخب الاسباني. لم يأتي التغيير على الشاشة بالنسبة للإخراج القادم من هذه المباراة. هناك ايضا سيرخيو راموس في قلب الدفاع، ممكن يكون بديل راؤول البيول. عموما سنتابع ايضا. هذا جيرار بيكيه موجود اذا، يعني اعتقد ان راؤول البيول. عموما في الناحيه اليسرى ملعوبه لصالح ناتشو مونريل لصالح المنتخب الاسباني. كرة تعاد في الخلف، تمريرة لصالح المنتخب الاسباني. نفس طبعا مع كل لمسة الجمهور الاسباني. هذا الملعب بالمناسبة يتسع ل 12500 متفرج، وهذا اندري هاسن يستعد للدخول الى ارض الملعب.
كرة في التمرير، سانتي كازورلا موجود، محاولة تمريرة ممتازة في الناحية اليسرى وتعود لكازورلا. سانتي كازورلا ما يزال يحاول تمريرها إلى بيدرو، لكن كرة معاها المدافع سلطان البيشي. يحاول سلطان، كرته مقطوعة من بيدرو، تعد كرة خلفية إلى سيرخيو بوسكيتش. جزافي بالتمرير بكرة في العمق، تتخلص الكرة من أسامة هوساوي، تعود عالية تصل لصالح المنتخب الاسباني في محاولة للتسديد من بينات، ووليد عبد الله ممتاز. يتابع وليد عبد الله والكرة إلى خارج أرض الملعب، ولا ركنية أولى في زمن شوط المباراة الثاني. ركنية أولى، هذه إعادة. لاعب ريال بيتيس، لاعب خط المنتصف، يؤدي والله مستوى ممتاز مع المنتخب الاسباني. كرة في التمرير من سيرخيو راموس، لكن طويلة على فرناندو توريس. هذه إعادة للتسديدة، تسديدة بينات اكسبيريا. هذه إعادة للهدف الجميل، هدف جميل، هدف واضح، والكرة في المرمى، هدف للمنتخب الاسباني. 5 دقائق تمر من زمن شوط المباراة الثاني. منتخب اسبانيا سجل هدف اول في شوط المباراة الثاني وسجل هدف ثالث في المباراة لصالح منتخب اسبانيا. كرة تعاد في الخلف، سلطان البيشي. تغييران، التغيير كان خروج ساسك فابريغاس ودخول اكزافي هرنانديز، خروج راول البيول ودخول سيرخيو راموس. هنا محاولة أمامية لمنتخب اسبانيا لكنها تصل سهلة لوليد عبد الله. وليد على طول كرة سريعة إلى عبد الرحيم جزاوي من الناحية اليسرى. عبد الرحيم بيتقدم أمامه أيضا منصور الحربي. تعود الكرة إلى سعود كريري، كرة تصطدم تخرج إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي. وهنا اللقاء بين اللاعب وبين المدرب، بين اندرياس انيستا وبين فرانك ريكارد، لانه ريكارد يعني وجوده في برشلونة في فترة مميزة كانت في تاريخه التدريبي من 2003 ل 2008. فرانك ريكارد، كرة في المحاولة نتابعها لصالح المنتخب الاسباني، عرضية تتخلص على طول يا سلطان، على طول يا سلطان. تعود مرة أخرى أمامية من سعود كريري إلى أحمد عطيف. أحمد عطيف مجهود ممتاز، كرة أمامية تتخلص في وجود صافرة وخطأ لصالح المنتخب السعودي. صافرة وخطأ لصالح المنتخب السعودي. يعني المدرب السيد فرانك ريكارد في تواجده في تدريب برشلونة استطاع الحصول على الليغا الاسبانيه في مرتين، 2005 و2006، والسوبر الاسباني مرتين ايضا، 2005 و2006، بالاضافه الى دوري ابطال اوروبا في 2006. هذا فرانك ريكارد. بالتالي يعني الاسماء زافي، ايضا يتواجد درياس انيستا، بيكي ما كان موجود في عهد ريكارد نتيجه لوجوده في مانشستر يونايتد. بوسكيتش كان موجود ولكنه كان ايضا في الاحتياط، ولكن كان من ضمن من لعب مع ريكارد. مدرب كبير، مدرب يمتلك، يعني هو من المجموعه الهولنديه، مجموعه الكره الشامله، مجموعه رينوس منشيل الجميله اللي قدمت في السبعينات ثوره كره القدم وحصول الكره الشامله، ومن ثم ايضا حصول وطبعا وجود يوهان كرويف ومجموعه اريهان والمجموعه الكبيره اللي كانت تقدم في 74 و78 لكنها لم تحظى بالفوز بكاس العالم. جاءت موجه ثانيه ايضا مع رينوس ميشيل والفوز ببطوله اوروبا عام 88 امام المنتخب الروسي وبهدفين مقابل لا شيء، كان بوجود فرانك ريكارد ورود خولت، وبالاضافه الى الكبير الجميل ماركو فان باستن. هنا تغيير ايضا بخروج فرناندو توريس ودخول ديفيد فيا، والقائد الان هو زافي هرنانديز. ديفيد فيا يدخل الى ارض الملعب، يعود للتشكيله. ديفيد فيا 82 مباراة دولية، 51 هدف، بينما فرناندو توريس بالمناسبة يلعب مباراته أو لعب مباراته 100 وسجل خلالها 31 100 مباراة دولية، 31 هدف دولي. دخول ديفيد فيا إلى أرض الملعب. ريكارد لعب لأياكس، لعب لسبورتينج، لسراقوستا، للميلان، وعاد لأياكس حتى اعتزل، ومثل المنتخب الهولندي في 73 مباراة دولية، سجل خلالها 10 أهداف. فرانك ريكارد بعد ذلك درب منتخب هولندا
ودرب سبارتا روتردام الهولندي، برشلونة الاسباني من 2003 2008، جلطة السراي التركي 2009 2010، ودرب الان او يدرب الان المنتخب السعودي. كرة كانت في الامام لصالح المنتخب الاسباني، تغييرات 3 للمنتخب الاسباني بينما لا يوجد اي تغيير للمنتخب السعودي. الكرة في الامام تتخلص في وجود صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. المنتخب وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء على منصور الحربي في اللقطة الماضية. دخول كان عنيف، هذه عادة. دخول كان على راؤول البيول، طبعا كان خروج خوان فران اذا في التشكيلة، خروج خوان فران، ويلعب بجانبه الان اللاعب سيرخيو راموس، ومعاه بجانبه ايضا جيرارد بيكيه، وفي الناحيه اليسرى يلعب ناتشو موريا. المنتخب السعودي يعني على مستوى الانجازات، سواء الانجازات القاريه، الانجازات العربيه، هو الفريق اللي تأهل لكأس العالم 4 مرات، عام 94 98 2002 و2006، وكان في المركز الثاني في بطولة كأس العالم للقارات في عام 92 بعد المنتخب الأرجنتيني. المنتخب السعودي الفريق الفائز والحائز على كأس آسيا 3 مرات، عام 84 88 و96، وكان في المركز الثاني ل3 مرات أيضا، 92 و2000 و2007، وحصل على الميدالية الفضية عام 86 في دورة الألعاب الآسيوية. على مستوى الخليج هو البطل في 3 مناسبات، عام 94 و2002 و2003. نتابع كرة لصالح المنتخب الاسباني بعد 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الثاني. منتخب اسبانيا اضاف هدفا على هدفي شوط المباراة الاول لتصبح نتيجة 3 اهداف للمنتخب الاسباني مقابل الشيء للمنتخب السعودي. محاولة الى بينت بالتمرير، بينت الى الناحية اليسرى، ديفيد فيا صاحب الارقام القياسية والاسماء والهداف الكبير الآن، هو كبير الهدافين بالنسبة للمنتخب الاسباني. ديفيد فيا معروف، ديفيد فيا وارقامه ساتحدث عنها بعد قليل، ولكنه صاحب 51 هدف دولي، وهي الاهداف الدولية يعني الاكبر على مستوى لاعبي كرة القدم الاسبان منذ وجود المنتخب الاسباني. وايضا هناك ايكر كاسياس هو صاحب 138 مباراه دوليه والاعلى على مستوى المباريات الدوليه بالنسبه لمنتخب اسبانيا. كره مقطوعه لصالح المنتخب السعودي، كره من احمد عطيف الى عبد العزيز الدوسري. عبد العزيز يحاول بكره بالكعب ممتازه الى سلطان البيشي، سلطان بالتمرير لكن الكره خاطئه تعود لسلطان مره اخرى، يحاول يتقدم ويحاول التمرير الى عبد العزيز الدوسري. يستلم عبد العزيز، ينتظر المسانده من سلطان لكن التمريره بعيدة وإلى خارج أو إلى المنتخب الأسباني بالتحديد. الكرة مع سيرخيو راموس. المنتخب السعودي على مستوى العربي فاز ببطولة كأس العرب مرتين، عام 98 وعام 2002، وكان في المركز الثاني مرة واحدة في عام 92، وهو أيضا المنتخب اللي حصل على الميدالية الذهبية في دورة التضامن الإسلامي، كان ذلك في عام 2005. إنجازات والألقاب تسجل باسم المنتخب السعودي ويتواجد فيها، هي حتى وإن كانت بتاريخ قريب بعيد بالنسبة للمنتخب السعودي، ولكن العودة إلى هذا المسار والعودة إلى هذا التواجد بلا شك أنه هو المطلب وهو المراد بالنسبة للمنتخب. خروج تيسير الجاسم، خروج تيسير الجاسم، ودخول عبد المجيد الرويلي. كرة في محاولة لصالح المنتخب السعودي. تغيير أول كان لفرانك ريكارد. واضح انه ريكارد بالفعل هو يلعب بالجاهزين، يعني باللي يقدموا المستوى في حتى على مستوى 5 أسابيع مرت من دوري زين السعودي للمحترفين. هنا الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، محاولة المنتخب السعودي لكن الكرة تتخلص وتعود لصالح المنتخب الاسباني. عبد المجيد الرويلي لاعب فريق نادي الشباب المنتقل من الرائد
في بداية هذا الموسم، ولاعب العروبة السابق. عبد المجيد لاعب مميز ويتواجد في المنتخب السعودي ايضا. ديفيد فيا يحاول في هذه اللقطة، ملعوب الكرة، بيدرو يسدد كرة تصطدم في ديفيد فيا وتخرج إلى خارج أرض الملعب. المنتخب الأسباني بطل العالم مرة واحدة في عام 2010، وشارك في كؤوس العالم في 13 مناسبة من 19 كأس عالم. بطل أوروبا 3 مرات، عام 64 و2008 و2012، وشارك في 9 بطولات لأوروبا من أصل 14. والمنتخب الأسباني حقق أولمبية أو ذهبية الأولمبياد في أولمبياد 92 ببرشلونة، وفضية الأولمبياد في عام 2000 في سيدني. شارك في الأولمبياد بفريق كرة القدم في 10 أولمبياد من 23 أولمبياد أقيمت. تحدثنا عن منجزات المنتخب، لكن على المستوى الفردي تحدثنا عن بيدرو في شوط المباراة الأول، نتحدث عن ديفيد فيا في هذه اللحظات، بأنه ديفيد فيا أيضا متواجد في أرض الملعب. ديفيد فيا هو الهداف بالنسبة لمنتخب أسبانيا ب 51 هدف، ولكنه أيضا هو أكثر لاعب من لاعبي المنتخب الأسباني سجل في موسم واحد بالنسبة للمنتخب الأسباني عموما. سجل 13 هدف في موسم 2008-2009. كرة ملعوبة، محاولة عرضية والرأسية من ناصر الشمراني. ممتازة المحاولة، جريئة المحاولة، خطيرة جاءت المحاولة أيضا، ورأسية ناصر الشمراني للمرة الثانية في هذا اللقاء أيضا تأتي عالية فوق مرمى فيكتور فالديز، وإلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الأسباني. حلوة منصور، عرضية منصور الحربي مميزة جدا، وناصر الشمراني قبل أيضا المدافع البديل سيرخيو راموس. هنا بوسكيتش الى خارج ارض الملعب، ودخول اندرياس انيستا. دخول اندرياس انيستا، خروج توريس ودخول فيا، خروج دخول جزافي وخروج اللاعب سيرخ فابريغاس. هنا خروج ايضا سانتي كازورلا، ودخول ديفيد سيلفا. ديفيد سيلفا لاعب المنتخب الاسباني ولاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، بطل البريمير ليج في الموسم الماضي. اذا انيستا، اكزافي، سيرخيو راموس، ديفيد فيا وديفيد سيلفا الى ارض الملعب، بدلاء لسانتي كازورلا والسيسك فابريغاس ايضا سيرخيو بوسكيتش، وللظهير الايمن اللي كان في شوط المباراه الاول خوان فران بالنسبه للمنتخب الاسباني، بالاضافه الى فرناندو توريس طبعا في الهجوم، ودخول ديفيد فيا. ولكنها يعني وهي ايضا بوادر كانها هي التشكيله التي ستكون التشكيله اللي سيلعب بها ديل بوسكي في المباراه امام جورجيا في 11 من سبتمبر الحالي بعد 4 ايام. كره ملعوبه في الناحيه اليمنى، نلعب في الدقيقه 17 من زمن شوط المباراه الثاني. 3 اهداف اسبانيه مقابل لا شيء للمنتخب السعودي. محاوله في الناحيه اليمنى، تعاد الكره في الخلف. كنا نتحدث عن ديفيد فيا وقلنا انه اكثر لاعب على مستوى المنتخب الاسباني تسجيلا للاهداف في الموسم الواحد، سجل 13 هدف في موسم 2008-2009. هذا ديفيد فيا حاول الدخول، ولكن الكره تتخلص وتعود في وجود ركله جزاء للمنتخب الاسباني. ركله جزاء، وهناك كره على مرأى ومسمع ايضا من حارس المرمى. وفي الحقيقه يعني ناتشو موريل يؤدي، هذا اللاعب لاعب ملقا، يؤدي دور كبير في الناحيه اليسرى. هذه الكره اللي كانت بين عبد المجيد الرويلي وبين سلطان البيشي، وهنا الركله واضح الاعاقه، وركله جزاء لصالح المنتخب الاسباني. ركله جزاء لصالح المنتخب الاسباني. ديفيد فيا في طريقه لتنفيذ ركله الجزاء. وليد عبد الله امامه الان في هذه اللقطه. وليد في المرمى، وديفيد فيا في التنفيذ. حكم اللقاء يعطي الاشاره، وديفيد فيا في المرمى. هدف رابع في الدقيقه 18. هدف رابع في الدقيقه 18. ديفيد فيا اللي يرفع نصيبه ورصيده من الاهداف الى 52 هدف في المنتخب الاسباني. ديفيد فيا يصبح الان هو طبعا الهداف كبير الهدافين لاسبانيا على
مرور السنين وعلى تواجد المنتخب الاسباني ايضا، وهنا يسجل الهدف رقم 52 يصبح 52 هدف. عموما ديفيد فيا هو اللاعب اللي سجل في 6 مباريات متتالية على الأقل هدف واحد، وكان وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني. هنا دخول حمد الحمد وخروج عبد الرحيم جيزاوي. حمد الحمد إلى أرض الملعب، لاعب فريق نادي الاتفاق، لاعب مميز أيضا حمد، إلى أرض الملعب. أكثر الهدافين اللي سجلوا في كأس العالم ديفيد فيا على مدار كأسين للعالم، سجل 8 أهداف. طبعا في مرة واحدة أو في كأس عالم واحدة. تمريرة ديفيد فيا يحاول في هذه اللقطة يستلم الكرة بتأخر قليلا. ديفيد فيا ما يزال يحاول لعب الكرة بالكعب، كرة مقطوعة قبل وصولها إلى الظهير الأيسر ناتشو مونريال حقيقة هو مصدر خطورة كبيرة، سواء شوط المباراة الأول هو من سدد وصد كرة وليد عبد الله، واستطاع سانتي كازولا تسجيل هدف الأول في المباراة. هو من تسبب في ركلة الجزاء، هو من يتقدم كثيرا مع هجمات المنتخب الاسباني. الظهير الايسر في المنتخب الاسباني لاعب ملقا الاسباني ناتشو مونريال. لكن ايميليو بوتراجينيو لاعب اسبانيا في كأس العالم في المكسيك 86 وديفيد فيا هم ايضا من سجلوا 5 أهداف في كأس عالم واحدة لصالح المنتخب الاسباني. فرانك ريكارد يعني يبحث عن، هو قال بأنه هذه مثل هذه المباريات هي مباريات تعتبر إعدادية لكأس الخليج اللي حيشارك فيها المنتخب السعودي في بداية العام القادم 2013. يعني تواجد عموما، يعني ما أراه أنه تواجد المنتخب السعودي في أيام الفيفا على أقل تقدير هو شيء من الأشياء المهمة والإيجابية الإيجابية. أمامية كانت الكرة إلى بيدرو، وجود تسلل واضح، تقدم في هذه اللقطة، تمريرة طويلة، لكن بيدرو في موقف تسلل. آيكر كاسياس يستعد للنزول إلى أرض الملعب ليلعب مباراة الدولية رقم 139 للأرقام القياسية. عموما أيضا في 2010 4 مباريات متتالية مع المنتخب الأسباني يسجل فيها ديفيد فيا. عموما فرناندو توريس على مستوى البطولات الأوروبية هو أكثر من سجل البطولات الأوروبية وسجل 5 أهداف، بينما ديفيد فيا هو أكثر من سجل في بطولة أوروبية واحدة وكان سجل 4 أهداف في بطولة عام 2012 الأخير. يعني أرقام كبيرة، عدد من الإحصاءات ومن التواريخ اللي عليها أيضا لاعبي المنتخب الأسباني، ولنتذكر أيضا التاريخ. فنحن نقول بأن يعني ديفيد فيا وإن كان ب 52 مباراة الآن، ب 52 هدف من 83 مباراة. راؤول سجل 44 هدف من 102 مباراة. كرة طويلة في الأمام، ديفيد فيا يحاول في هذه اللقطة هجمة لصالح المنتخب الأسباني، يحاول فيها المرور، تمريرة إلى بيدرو، كرة إلى خارج أرض الملعب. نتابع التمريرة، استغلال للفراغات للتواجد اللي عليه الفريقين أيضا على مستوى خط الدفاع بالنسبة للمنتخب السعودي. تابع الإعادة، تسديدة، كرة إلى خارج أرض الملعب. عبد المجيد الرويلي وحمد الحمد لاعبان بديلان بالنسبة للسيد فرانك ريكارد في تشكيلة المنتخب السعودي. كرة خلفية، ناتشو مونريال، ديفيد فيا، تمرير الكرة من بينات، تعود مرة أخرى ديفيد سيلفا إلى بيدرو بالتمرير إلى ديفيد فيا، تتخلص إلى خارج أرض الملعب وإلى رمية جانبية لصالح المنتخب الأسباني. رمية جانبية تتنفذ عند رياس انيستا، سيرخيو راموس، تمريرة خاطئة ناحية بينات، خطأ لصالح المنتخب السعودي لصالح عبد المجيد الرويلي. كرة في منتصف الملعب تماما، هذا بينات اشبيلية،
لاعب المنتخب الاسباني، اللاعب اللي يشرك فيسنتي ديل بوسكي منذ البدايه، مدرب المنتخب الاسباني. 25 سنه عموما بنات، يعني يتواجد بشكل مميز. وان كان لويس اراغونيز مدرب المنتخب الاسباني هو من اظهر واصر على مشاركه ديفيد سيلفا في كاس اوروبا عام 2008، وتالق سيلفا وهو يتواجد حتى في المان سيتي، فاعتقد انه يعني اصرار ايضا ديل بوسكي على بنات، لاعب اللي بدا في اتلتيك بلباو وانتقل لبيتيس في عام 2010 ويلعب مع بيتيس الان، يلعب مباراته الدوليه. الثالث اللاعب اللي يحمل رقم 13 في تشكيله المنتخب الاسباني ويؤدي مستوى ممتاز. كرة في الناحية اليسرى، وهذا اللاعب أيضا اللاعب ناتشو مونريال اللي يؤدي مستوى ممتاز أيضا، يحاول في الناحية اليسرى، ملعوبة الكرة إلى ناحية ديفيد فيا يحاول بتمريرة في منتصف الملعب لصالح المنتخب الأسباني. إكزافي بالتمريرة الطويلة بالطول على خوان فران وتخرج إلى خارج أرض الملعب. تغيير ايضا، خروج عبد العزيز الدوسري ودخول معتز. خرج عبد العزيز ودخل معتز الموسى، انه يضيف محور ايضا ثالث بالاضافه الى احمد عطيف وسعود كريري، او لعله احمد عطيف يتقدم اكثر وتصبح مهامه في المحور ومهام متقدمة أكثر. كرة من سيرخيو راموس، اندرياس انيستا، كرة إلى ناتشو مونريال بالتمرير للناحية اليسرى أيضا. ديفيد فيا يحاول في هذه اللقطة، يعيد كرة خلفية ديفيد فيا، سيلفا، ديفيد سيلفا، اندرياس انيستا. 25 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، 4 أهداف أسبانية، لا شيء للمنتخب السعودي. ديفيد سيلفا خلص كرته، لكنها تعود أيضا من ناتشو مونريال. إذا التبديل بالنسبة للدفاع كان أعتقد خروج بيكي، أجل مدام راول البيول موجود، وأيضا يتواجد أو دخول سيرخيو راموس، كان سيرخيو راموس دخوله بديلا لجيرارد بيكي. ديل بوسكي يبحث عن يعني حلول وبدلاء عن اللاعبين المصابين وعن اللاعبين اللي لم يكونوا في التشكيله بالنسبه للمنتخب الاسباني. كره ملعوبه الان تصل لصالح المنتخب الاسباني في الناحيه اليسرى، والتمريره بعيده والى خارج ارض الملعب والى ركله مرمى. تمريره ديفيد سيلفا، لاعب مميز يمتلك يعني لمسه رائعه ديفيد سيلفا. وهنا القائد الاسباني ايكر كاسياس الى ارض الملعب، خروج فيكتور فالديز ودخول ايكر كاسياس. الان بالمباراه رقم 139 الان يشارك مع المنتخب الاسباني. 31 سنة، 182 سنتيمتر هذا الحارس. بدأ في الريال عام 98 وتدرج من الفريق الثالث إلى الفريق الثاني، ولعب مع الفريق الأول عام 99 ويلعب أو لعب مع الريال 460 مباراة. كرة ملعوبة في الأمام وهدف خامس للمنتخب الأسباني. بيدرو رودريغيز يسجل في الدقيقة 28، هدف خامس للمنتخب الاسباني. بيدرو يسجل هدف خامس بكرة ملعوبة في الامام، كانت من ركلة المرمى. هنا توجيهات من فرانك ريكارد يطلب عدم يعني القرب بين اللاعبين وعدم وجود هذا التباعد. شوفوا التمريرة بين أسامة هوساوي وبين كامل الموسى. ديفيد سيلفا هو من مرر، بيدرو رودريغيز هو من سدد وخلص بكرة واحدة
وكلها من فوق. الكرة سواء الهدف الثاني كانت من فوق وليد عبد الله بإتقان شديد، هنا أيضا الهدف الخامس من فوق وليد عبد الله بإتقان شديد، وكلاهما مرة باليسرى ومرة باليمنى، ولكن كلها من نفس اللاعب بيدرو رودريغيز. بيدرو رودريغيز لاعب عمره 25 سنة. بيدرو رودريغيز لاعب اللي بيلعب في فريق الناشئين في برشلونة من عام 2004، ولاعب لبرشلونة الفريق الثالث، لاعب لبرشلونة الفريق الثاني والفريق الأول. كرة للمنتخب الاسباني، استحواذ كبير للمنتخب الاسباني على الكرة، وخاصة مع التغييرات اللي تمت بالنسبة للمنتخب الاسباني اللي اعطت النسبة الاعلى. هي كانت عالية في شوط المباراة الاول، ولكن ان تكون بهذه التشكيلة الاساسية لصاحب التصنيف الدولي رقم 1 بلا شك بانك يعني تتواجد بخطورة دائمة. المنتخب السعودي في أسوأ تصنيف له عموما وهو الرقم 105، والمنتخب السعودي الذي وصل للتصنيف رقم 21 في عام 2004. كرة في الناحية اليسرى، عرضية عالية من ناتشو مونريال، والكرة تخرج إلى خارج أرض الملعب من الناحية الأخرى إلى رمية جانبية لصالح المنتخب. شوفوا التمريرة، والله تمريرة ممتازة كانت جميلة في العمق تماما، عمق الدفاع السعودي. لكن احنا يعني اذا سمحنا لانفسنا كمعلقين الحديث عن عمق دفاع المنتخب السعودي، فانا ارى ايضا انه عمق الدفاع وان كان يتحمل. لا اتحدث عن هذا اللقاء، هذا اللقاء هو لقاء ودي، لقاء مميز، وقته ولا مو وقته. كرة القدم العالمية لا تنتظر التوقيت، هي تنتظر ان يكون هناك يعني حسابات وايام للفيفا يلعب فيها مثل هالمباريات. شوف الكرة كانت يعني غير موجودة في الاساس، وتأتي تسديدة من جافي هرنانديز. يعني الكرة على الخط تماما، وكانت خطوراتها من المفترض ان تكون منتهية، ولكن يبدو ان يعني التركيز المفروض يكون اعلى بدأ يعني يهبط كثير. عموما هنا تغيير، خروج ناصر الشمراني، خروج ناصر الشمراني ودخول محمد السهلاوي، الى ارض الملعب. خرج عبد العزيز الدوسري، دخل معتز الموسى، خرج عبد الرحيم الجزاوي، دخل حمد الحمد، خرج تيسير الجاسم، دخل عبد المجيد الرويلي، خرج محمد السهلاوي، خرج ناصر الشمراني، ودخل محمد السهلاوي. كرة في الخلف، كرة مع سيرخيو راموس، خلص بخطأ وركلة حرة مباشرة، خطأ على السهلاوي، ركلة حرة مباشرة. إذا يعني لنتحدث عن مثلا قلوب الدفاع في المملكة العربية السعودية عموما، يعني تجد أسامة هوساوي، تجد كامل الموسى، دعونا نتحدث عن محمد عيد، عن ماجد المرشدي، في الاتحاد طبعا أسامة المولد، وإن كنت ما زلت أيضا أرى إنه حمد المنتشري يعني من اللاعبين اللي يستطيعوا أيضا الأداء. بالنسبة هناك بالنسبة للشباب أيضا يعني نايف القاضي، مجموعة من اللي ممكن يشاركوا في قلب الدفاع، ولكن قلوب الدفاع هذه الأسماء اللي ذكرتها كلها تقريبا في نفس المستوى ونفس التواجد، نفس المستوى ونفس التواجد. اللي بيفرق بين قلبين دفاع يلعبوا مع بعض هو المحور اللي قدامهم. المملكة العربية السعودية على مستوى المحاور، خلينا نتكلم من كاس اسيا 82 اللي تحققت كانت او 84،
أو ذلك المنتخب اللي حقق كأس آسيا كان فيه يحيى عامر مثلا. بعد ذلك على مستوى المحاور كان في خميس العويران، كان في خالد عزيز بعدهم بفترة، سعود كريري الآن. لكن موقع المحور بالتحديد، اعذروني اذا كان في اسماء نسيتها مع الغشنه شويه ومع الزياده وحرصنا على الوقت، ايضا على الوقت لوصف المباراه لانه هي دي مهمتنا الاصليه، ولكن ان نطلب بان يكون هناك مجموعه من اللاعبين اللي يجود اللعب في هذا المركز هو شيء مهم تماما تماما لحمايه قلبي الدفاع، لايجاد يعني ساتر دفاعي لقلب الدفاع. هناك لنضرب مثل بمنتخب فرنسا ونتابع الكرة أول شيء لأسبانيا، بعدين نتكلم عن فرنسا وهنا تتخلص الكرة تعود لكامل الموسى. كامل يخلصها بهدوء، ولكنه يخلصها ببرود أكثر من الهدوء. كرة اندرياس انيستا أمام المرمى، الكرة تخرج إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب السعودي. انيستا حاول أن يتلاعب في دفاع المنتخب السعودي وفي حارس المرمى، لكن هنا كامل الموسى المفروض الكرة تتخلص على طول، تتخلص على الأطراف، تتخلص حتى إلى رمية جانبية. هنا شوف الكرة ودخول أسامة هوساوي هو من أبعد الكرة في آخر نقطة. لكن يعني نتحدث عن منتخب فرنسا في عزه، نتحدث عن ديدي ديشان، نتحدث عن بعده ميكاليلي، فييرا، عن أسماء استطاعت أن تكون هي خط الدفاع الأول قبل قلب الدفاع بالنسبة لذلك المنتخب. ولذلك هنا أيضا من المهم أن يجد ريكارد ضالته في أحد اللاعبين اللي يمثلوا لاعب محور قوي. هنا خروج أسامة هوساوي ودخول محمد عيد إلى أرض الملعب وخروج أسامة هوساوي. 10 دقائق تظل على نهاية هذا اللقاء الودي بين المنتخبين السعودي والاسباني ضمن استعدادات المنتخب الاسباني للمباريات المؤهله الاوروبيه لنهايه كاس العالم، وضمن استعدادات المنتخب السعودي في ايام الفيفا لايضا المشاركه في كاس الخليج القادمه مع بدايه العام القادم عام 2013. كره المنتخب السعودي، تعود كره سعود كريري أمامية طويلة، تعود الكرة من بينات، خلفية من راؤول البيول. ايكر كاسياس أول كرة يستلمها كاسياس ويشوفوا فيها أيضا كاسياس. خلفية الكرة من اندرياس انيستا ناحية ناتشو موريال اللي اعتقد فعلا يعني حسب ما قدموا في المباراة، ولكن قد نجد خوردي ألبا هو الأساسي في اللقاء، لأنه كان يعتمد عليه كثيرا فيستنتي دولبوسكي في تشكيلة المنتخب الأسباني في اليورو 2012، ولكن فعلا موريال لاعب ما لقى هذا اللاعب اللي بيستلم الكرة الآن، أدى مستوى ممتاز ويتميز على الأقل بالطول أطول من خوردي ألبا، وإن كان يعني المركز مركز الظهير لا يحتاج إلى ذلك الطول، ولكنه يحتاج إلى الجسارة والقوة اللي عليها أيضا موريال. كرة ملعوبة في المنتصف، زافي هرنانديز لاعب رشح للكرة الذهبية يعني 3 مرات أو مرتين خاصة في السنوات الأخيرة، في السنتين الأخيرة، ولكن طبعا وجوده أو وجود لاعب خارق للعادة خليني أقول، ولاعب نجم وهداف كبير مثل هداف وصانع لعب هو وكل حاجة مثل ميسي، حرم لاعب مثل إكزافي من الحصول على الكرة الذهبية أو لقب أفضل لاعب في العالم. لكن إكزافي يعني ممكن نكتب عنه كده كم كتاب يعني. حمد الحمد في التسديد المباشر، لكن في المكان اللي يقف فيه حارس المرمى ايكر كاسياس. كرة عرضية، راؤول البيول
بالتمريره كره لكزافي. زافي يعني من عام 91 وهو يلعب في برشلونه، هو ابن برشلونه. 6 بطولات دوري، بطولتين للكأس الاسباني، 5 بطولات للسوبر الاسبانيه، 3 بطولات لدوري ابطال اوروبا مع برشلونه طبعا اكزافي هرنانديز. هدفين للسوبر، بطولتين للسوبر الاوروبي وبطولتين للعالم على مستوى المنتخب الاسباني. كاس العالم طبعا مره واحده 2010، بطولتين لليورو 2008 و2012. وعام 99 هذا اللاعب اكزافي هرنانديز حقق كاس العالم للشباب في نيجيريا، بطوله اقيمت في نيجيريا عام 99، بالاضافه لانه حقق الميداليه الفضيه في اولمبياد سيدني عام 2000. اكزافي هرنانديز قائد المنتخب الاسباني الان ولاعب خط المنتصف وصاحب الهدف الثالث الجميل اللي سجل من ركله حره مباشره. تمريره من انيستا، تقدم من راؤول البيول، الكره الى انيستا، ما تروح الكره من لاعبي المنتخب الاسباني، الكره في التقدم، محاوله في التمرير ديفيد فيا اللي سجل الهدف الدولي رقم 52 واستمر في صداره اللاعبين الاكثر تسجيلا وهدافي المنتخب الاسباني. كره ملعوبه في الناحيه اليسرى، ديفيد سيلفا يعيد كره في الخلف الى سيرخيو راموس لاعب الريال، لاعب اللي يلعب في الظهير الايمن، عرفناه بالشعر الطويل، لكن في اليورو 2012 غير اللوك حقه كده شويه وصار بشعر قصير ولعب في قلب الدفاع ايضا، لعب في قلب الدفاع، لعب بجانب بيكيه، قدم مستوى مميز. اكزافي وتمريره في العمق وجود رايه وتسلل. رايه وتسلل، تمريره كره الى ديفيد سيلفا، رايه وتسلل، ركله حره غير مباشره لصالح المنتخب السعودي. تنفذ كرة خلفية إلى وليد، أو تنفذ الكرة من وليد عبد الله الآن، عادت لوليد. انتظار التغيير، منصور الحربي إلى خارج أرض الملعب. ودخول ياسر الشهراني. ياسر الشهراني إلى أرض الملعب، تألق مع نادي الهلال، طبعا تألق مع القادسية في مواسم سابقة. ياسر الشهراني تألق مع المنتخب السعودي اللي شارك في نهائيات كأس العالم للشباب في كولومبيا، وياسر الشهراني الآن يشارك مع المنتخب السعودي في آخر 5 دقائق من هذا اللقاء. كرة ملعوبة أمامية وفي وجود لمسة يد على راؤول البيول، ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي. والتنفيذ سنشاهد مع من؟ عبد المجيد الرويلي في اللقطة الماضية، كرة عموما من مسافة بعيدة لصالح المنتخب السعودي. لاعبان من المنتخب الاسباني في حائط الصد الخاص بهذه الكرة. حمد الحمد مع التنفيذ، عودة حائط الصد 3 لاعبين، سيلفا، زافي مع بينات اكسبيريا. حمد الحمد هو يجيد تنفيذ مثل هالكرات. حمد من مسافة بعيدة حاول التسديد، حمد يسدد والكرة تحت عارضة مرمى المنتخب الاسباني الى خارج ارض الملعب والى ركلة مرمى لصالح المنتخب الاسباني. تنفذ كرة من كاسياس، تعود للناحية اليمنى. هذا الملعب بالمناسبة يعني افتتح رسميا عام 1965 وتمت توسعته في عام 2010، ويعني سعته 12500 متفرج. اعتقد انه يعني امتلأوا في الملعب اليوم لمشاهدة المنتخب الاسباني. منتخب كوريا الجنوبية عندما قابل، وهو المنتخب الآسيوي، عندما قابل المنتخب الاسباني خسر ب4 أهداف. كرة من رمية جانبية، المهم هو الاستفادة من مثل هذا الاحتكاك ويعني معرفة مدى
المقاومة اللي يكون ممكن عليها الفريق أو منتخب السعودي أمام أفضل فريق في العالم. كرة طويلة في الأمام لفيا، تتخلص الكرة من محمد عيد، تعود لصالح المنتخب الإسباني عند رياس انيستا. انيستا في المحاولة من الناحية اليسرى، حاول التمرير بكرة في العمق، تتخلص تصل للمدافع الأيسر ناتشو مونريال. التمريرة إلى الناحية اليسرى إلى بينات ما يزال يحاول بكرة خلفية إلى مونريال إلى بينات، موجود في موقف تسلل. بيدرو موجود في موقف تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هذه إعادة، بالفعل كانت تمريرة خاطئة من مونريال وتسلل. ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب السعودي. وليد عبد الله في الركلة عالية، كرة في المنتصف، حاول في التمرير لمحمد السهلاوي، كرة في الناحية اليسرى إلى ياسر الشهراني. ياسر كرة في المنتصف، تعاد خلفية إلى حارس المرمى وليد عبد الله. وليد متقدم، محاولة بناء الهجمة، كرة إلى كامل الموسى. كامل أيضا كرة في المنتصف، عبد المجيد وخلفية إلى حارس المرمى. دقيقة أخيرة من الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني. 5 أهداف للمنتخب الأسباني مقابل لا شيء للمنتخب السعودي. كازورلا سجل في شوط المباراة الأول في الدقيقة 23، بيدرو سجل أيضا في الشوط الأول في الدقيقة 27. مع بداية شوط المباراة الثاني من أول الكرات في الدقيقة الثانية يسجل إكزافي هرنانديز هدف ثالث لصالح المنتخب الأسباني. هنا مرور ممتاز وتقدم من مين؟ من راؤول البيول. كرة في الناحية اليسرى، ديفيد سيلفا للمنتخب اسبانيا، يحاول بعرضية، كرة تتخلص خارج أرض الملعب وإلى ركلة زاوية. خلص كرة من معتز موسى. وركلة ركنية اسبانية ثانية في زمن شوط المباراة الثاني. الهدف الرابع الاسباني جاء عن طريق في الدقيقة 18. تابع الركنية العالية لصالح منتخب اسبانيا، وجاء عن طريق ديفيد فيا عن طريق ركلة جزاء. بينما بيدرو سجل في الدقيقة 28 الهدف الخامس من شوط المباراة الثاني، الهدف الخامس للمنتخب الاسباني. 3 دقائق في الوقت بدل الضائع يضيفها حكم اللقاء، حكم الاسبانيا السيد انا رسال. كرة تعاد الى ايكر كاسياس، لعبها طويلة، استلمها في المنتصف في محاولة المرور الى ياسر الشهراني. كرة الى عبد المجيد الرويلي. ياسر الشهراني ايضا يستلم بجانب محمد الحمد. يحاول ياسر الشهراني المرور من الناحية اليسرى مع المدافع سيرخيو راموس اللي يخلص، وتصطدم الكرة في ياسر الشهراني، تخرج الى خارج ارض الملعب الى رمية جانبية للمنتخب الاسباني. نفذ الرمية الجانبية ديفيد سيلفا، يمر ديفيد سيلفا يحاول لصالح المنتخب الاسباني. كما ذكرت مهم تماما الاستفادة من هذه التجربة. وديفيد فيا هنا في المحاولة لصالح المنتخب الاسباني، ما تزال عرضية، كرة تتخلص بهدوء. محمد الحمد، كرة داخل منطقة الجزاء. محمد عيد، معتز، عالية ايضا في الامام من الناحية اليسرى. كرة من حمد الحمد تعود له مرة أخرى في الناحية اليمنى. أحمد عطيف يحاول يتقدم بهذه الهجمة بالتمريرة والتقدم لصالح المنتخب السعودي. ما تزال هجمة سعودية. هنا الكرة، محاولة لعب الكرة العرضية، والتسديدة من عبد المجيد. تسديدة من عبد المجيد الرويلي في فرصة جميلة كانت في التمرير لصالح المنتخب السعودي، ولكن عبد المجيد استعجل ويعني وجد أن الفرصة أمامه للتسديد. التمرير كان أفضل، والتسديدة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الأسباني. 3 دقائق في الوقت بدل الضائع تنتهي معها مرحلة مهمة، تنتهي معها مباراة تجريبية. مشاهدينا الأعزاء، مباراة تجريبية بين المنتخبين السعودي والأسباني. المنتخب الأسباني